السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير جميعا وأهلا وسهلا بكم مع محمد باوزير for your richest growth لنموك الأثرى، حيث نتحدث عنك أنت، عن قدراتك اللانهائية وإمكاناتك اللانهائية، عن المخزون العميق الذي تملكه من القدرات والمواهب، والكفيل أنه ينقل حياتك لمستوى مختلف تماما عندما تدركه وتعرف كيف تستخدمه. كثير من الناس يعانوا مع موضوع المال، وأنا شخصيا واحد من الناس اللي عانيت كثير في البزنس واختيار والثبات في أرض راسخة، مهنة أمتهنها وأركز عليها. كانت سنوات عجاف حقيقة. I was getting nowhere، ما كنت أتقدم على الإطلاق، أراوح مكاني، أضرب في حيطان، حيطة ورا حيطة، إلين ما التقى بي أو اتصل بي أحد الأصدقاء وقال لي: محمد، تبغى وضعك يتغير؟ قلت له: أكيد، أنت شايف الوضع اللي أنا فيه. قال لي: تعال معايا، ووداني عند بزنس كوتش، ومن ذاك اليوم كل شيء في حياتي تغير بمعنى الكلمة. من بعد ما أتذكر قال لي: بطل فلسفة وسوي اللي أقول لك عليه. وما كنت في البداية صراحة واثق من كلامه ومصدق، بس أنا خلاص قد حرقت كل سفني وما عندي أي مجال. أنا خلاص تجاربي كلها غير ناجحة، 8 إلى 10 سنوات ما تقدمت، ما حققت أي شيء في من الرغبات اللي أنا أبغاها، فما كان عندي خيار إني أبدأ أجادل أو أتفلسف أو أتباهى ببعض معارفي الفاشلة. فبعد ما اتبعته كل شيء بدأ فعلا يتغير. طيب، وواحدة من أهم الإشكالات اللي ما تخلي وضعنا المال يتقدم الفلسفة الزايدة. أول ما نتعامل مع المال، مال جدا بسيط، لكن من بساطته ما نبغى نستوعبه. أول ما نتفلسف في التعامل مع المال ونعقد طريقة التعامل مع المال أو مفهوم المال في بالنا، مباشرة الأمور تتلخبط وما نوصل للنتيجة اللي نحن نبغاها. طيب يا كوتش، إيش نسوي؟ ضبط مفهومك عن المال. في اللحظة اللي مفهوم المال يتغير انتهى الأمر، وتكتشف قديش هو بسيط. كثير يحسبوا إنه المال روح افتح معرض، ولا سوي لك الويب سايت، ولا التطبيق الفلاني وخبطوا مصاريفه، ولا روح دور لك وظيفة في المكان الفلاني ولازم تاخذ المنصب الفلاني عشان تكون. ببساطة، المال money is a reward for service rendered. المال مكافأة لخدمة مقدمة. كفى الله المؤمنين القتال. إذا استوعبت المال بهذا المفهوم البسيط انتهى. يا أخي، جيب خدمة وقدمها مقابل مال، هذا هو المال. تبغى فلوس؟ بطل فلسفة، روح قدم خدمة للناس وخذ مقابلها مال. لكن نحن بنعمل إيش؟ فين إذنك يا جحا؟ هو من كثرة ما هو قريب مننا ما احنا شايفينه، من كثرة ما إنه صعبوا لنا المفهوم في الإعلام، في المدارس، وبرمجونا برمجة غريبة إنه أنت تخلص الثانوي، استنى لا